السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم نريمان من قناة ارت هوم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنبدأ مع بعض الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نتيجة للسنة الجديدة، بس النتيجة السنة دي هتبقى مختلفة شوية. هنعمل نتيجة وطابلوه في نفس الوقت. اللي احنا محتاجين قصاقيس كرتون. هجيب اي قصاقيس كرتون عندي بدل ما ارميها. هبدأ هنا هرسم فيها اللي هو دايرة كده، بحيث ان احنا نعمل اللي هو البتلة بتاعت الوردة بالشكل ده، وهقصها عادي خالص. طبعا انا هقص منها مجموعة كبيرة علشان اعمل الحاجة اللي عندي تبقى مظبوطة. هعمل كده، هعمل واحدة الاولانية وهرسم منها بقية ورق الوردة اللي عندي بالشكل ده، وهرسم بقى كتير منها وهبدأ هقصه كله. هقص كتير ونيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه بالظبط. هنا كده زي ما احنا شايفين انا قصيت مجموعة من ورق الورد. هنا هو عملت مقاسات، هنا مقاس كبير واصغر شوية، وهنا ده صغير خالص. زي ما احنا شايفين ده المنظر اللي عندي. اللي انا هحتاج كرتونة، يا اما كرتونة عادية ونقصها، يا اما دي كرتونة بتاعت نتيجة عندي وهشتغل عليها. اللي انا هعمله الموضوع سهل خالص. هاجي هنا كده وهبدأ ارص الحاجة اللي عندي بالمنظر اللي انا حباه. هحط الورد بالشكل، الورق عندي اجمع وردة. الفكرة سهلة وبسيطة وشكلها النهائي جميل جدا. هنا عملت كده وردة هنا كبيرة اهي. هاجي في الجنب هنا انا هعملها بالعرض كده علشان تبان كل التفاصيل بتاعتها. بعد كده نبقى هحط الورق اللي عندي. هي فكرة بسيطة وسهلة، مش هتاخد مننا وقت، وفي نفس الوقت شيك جدا. هاجي هنا هعمل وردة صغيرة. طبعا انا هجري الحاجات دي وانا بحطها كده علشان ما نطولش عليكم الفيديو. هظبطهم بقى الشكل اللي انا حباه، يعني اي حاجة اي شكل احنا حابينه هنبدأ نظبطها على الشكل اللي احنا حابينه. كده بقت عندي بالشكل دون زي ما احنا شايفينها كده. شكلها جميل جدا. طبعا احنا لسه ما كملناش بقية الحاجة اللي عندنا. هنا دي واحدة، وهنا انا عملت واحدة تانية بشكل تاني. نفس الفكرة برضو عملت الورق بتاع الورد، بس المرة دي انا ما عملتش وردة كاملة، عملت الورد كله انصاص زي ما احنا شايفين كده عشان يجي على الحروف. طبعا هي اتحركت مني بس فايه هظبطها. كل اللي انا عملته زيادة ان انا جيت قصيت اللفات دي زي ما احنا شايفين كده، بحيث انها تدي منظر معايا. جيت رصيتهم. الفكرة اللي عندي ان انا هعمل الحاجة دي. طبعا النتيجة مش هحط في الاتنين نتيجة، فانا هنا جيت هنا في الجزء ده وسبت حتة فاضية عشان البلوك بتاع النتيجة هيتحط هنا. يبقى انا في واحدة هيتحط فيها بلوك النتيجة والتانية لا. طبعا هي فكرة جديدة، وان شاء الله الشكل النهائي بتاعها يبقى حلو ويعجبكم باذن الله. يبقى انا عندي هنا كده الطابلوهين اللي عندي. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هبدا الزق الحاجه دي بالترتيب اللي انا عاملاه بالغيره الابيض. هجيب غيره ابيض، ده غيره ابيض عادي اللي هو الاوكي، بس انا حطاه في الازازه دي كده. اللي هعمله ان انا هبدا هاجي كده وهبدا الزق الحاجه اللي عندي كلها. هحط الغيره على الرسمة اللي عندي. احنا ممكن نحط فيها كلها غيرة وبعد كده نلزق، بس عشان كده كده هنحط غيرة تاني وهنلزق تاني. هعمل كده تمام وهبدأ ألزق الحاجة اللي عندي. هعملها كلها بنفس الطريقة واخلصهم ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. هكمل بقى الباقي كله وارجع لكم تاني. طبعا انا لزقتها بقت عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفينها كده تمام. انا هشتغل على دي واوريكم دي، والتانية طبعا هتبقى نفس الخطوات بالظبط. اللي انا هعمله هجيب عندي مناديل مطبخ وهبدأ ان انا هشتغل بيها. الخطوة اللي عندي ان انا هجيب طبعا احنا اشتغلنا بالغيره الابيض، لزقنا بيه وما كانش مخفف، كان بسمكه علشان يلزق الحاجه كويس. الخطوه اللي عندي انا هنا جبت غيره ابيض بس مخفف، خففته خالص زي ما احنا شايفين. اللي انا هعمله هجيب الغيره المخفف اللي عندي وهبدأ هدهن بيه
هحطه كده على الحاجة اللي عندي كلها جزء جزء كده. وهاجي هنا هجيب المناديل وهبدأ ان انا هدخل المناديل في الفراغات ما بين الورد. عايزة بس فرشة رفيعة علشان ابدأ ان انا ادخل المناديل لجوه واظبط مكانها بالشكل ده، وابدأ احط غيرها تاني عشان اثبت المناديل اللي عندي. ولازم اعمل كده زي ما انتم شايفين كده علشان الورد احدد الورد يبقى مظبوط. طبعا انا لسه هظبطه بالفرشة الاصغر شوية. هحاول ان انا وانا بشتغل افرغ الهواء اللي عندي حوالين الورد كله عشان ما يتعبنيش بعد كده. زي ما احنا شايفين كده هفرغ الهواء. طبعا انا هعمل الباقي كله بنفس الطريقة. هكمل بقى الحاجة اللي عندي. طبعا انا محتاجة زي ما احنا شايفين فرشتين، فرشة كبيرة شوية عشان تملى وتفرد الحاجة، وفرشة صغيرة عشان اما اعمل ما بين بالذات الورد الصغير ده، يعني هنا كده ما بين الورد كده عشان يتحدد عندي كويس يبقى واضح وباين. هعمل نفس اللي انا عملته ده، بس المرة دي انا حابة ان انا اكرمش المنديل شوية. يعني اما نكرمش المنديل هيبقى عندي الدنيا اسهل. زي ما احنا شايفين موضوع سهل ما فيهوش اي حاجة. كده اهو هبدأ احط الغيرة اللي عندي زي ما احنا شايفين كده. انا هكملها كلها بنفس الطريقة. هعمل كل الورد اللي عندي وهعمل النتيجة التانية كمان واسيبهم ينشفوا خالص، ونرجع نشوف بعد كده الدهان بقى والتعشيق والحاجات اللي هنعملها بعد كده. هنا كده بقت عندي بالشكل ده. طبعا ادي واحدة اهي عشان تبقى باينة تمام. دي شكلها، ودي التانية تمام. طبعا هيتحطوا جنب بعض، واحدة لفوق وواحدة لتحت شوية، هيبقوا بالشكل ده. الخطوة اللي انا عندي دلوقتي الدهان. هعمل ايه بقى في الدهان؟ هجيب انا هنا هجيب الدهان ده اسمه اورا. زي ما احنا شايفين العلبة مقاسها كبير، دي الوان بلاستيكية الوان مية. جبتها مرة ب9 ومن محل تاني جبتها ب7، فهي مش غالية خالص وطبعا كبيرة وبترمي معانا في الدهان كتير. هبدأ هدهن بيها الحاجة اللي عندي. انا هدهن اسود وهعمل تعتيق بلون تاني. هاجي هنا وهبدأ ادهن الحاجة اللي عندي. هدهنها بقى طبعا كلها. بصوا زي ما احنا شايفين اللون بيملى ازاي، ولونه حلو قوي وممتاز بصراحة. طبعا زي ما احنا شايفين هدهن كله. الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجة. زي ما احنا شايفين ده كل ده بفرشة واحدة، يعني ما شاء الله. يعني قربت اخلص نصها اهي بنفس الفرشة اللي انا اخدتها في الاول. طبعا اكمني الفرشة كانت مليانة قوي عشان كنت بقلب بيها. زي ما احنا شايفين هدهن بقى الاتنين، هدهن دي والتانية واخلصهم واسيبهم ينشفوا خالص، ونرجع نشوف بقى التعتيق اللي عندنا ونشوف هنعلقهم ازاي. فكرة سهلة وبسيطة وما فيهاش شغل كتير وادتنا نتيجة حلوة. زي ممكن كمان نعمل منها طابلو، واحدة كمان طابلو كمان، ويتحطوا 3 جنب بعض في ريسبشن او في ليفينج، يبقى شكلهم حلو قوي. او فوق السرير في اوضه النوم برضو يبقى شكلهم حلو برضو، جميل جدا. هعملها بقى كلها وارجع لكم تاني. هنا كده الحاجة بقت عندي بالشكل ده. الخطوة اللي انا هعملها ان انا هبدأ اعمل تعتيق للحاجة اللي عندي. هنبدأ نعمل التعتيق بقى باللون اللي احنا حابينه. انا حابة اعمل هنا باللون الفضي. هجيب اللون الفضي المائي بالشكل ده كده، وهبدأ اعمل عملية التعتيق اللي عندي. هقلل على السفنجة، هجيب حتة سفنجة وهبدأ هعمل تعتيق بالفضي. بس انا لما هعمل تعتيق هحاول ان انا ازود تعتيق شوية في الجزء بتاع الورد علشان يوضح عندي ويبقى باين. ولما اقلي على السفنجة اللي معايا يقل، احس انه قل جدا يعني، عشان اعمل اللي تحت. انا كده بدأت تقل شوية. هعمل بقى التعتيق اللي تحت على خفيف خالص كده. يعني انا قللت اللي على السفنجة خالص علشان عندي يبقى يدوبك الخطوط بتاعة المناديل بس هي اللي تبان، عشان الورد يبقى التعتيق بتاعه اوضح. زي ما احنا شايفين منظر كل مادة بيوضح وبيبان عندي اكتر.
بالشكل ده اهو، شكلها حلو قوي. هكملها بقى كلها بنفس الطريقة ونرجع نشوف بقى هنعلقها ازاي. انا مش هركب عليها بلوك دلوقتي، انا هسيب مكانه فاضي وبعد كده هون هنبقى نركبه بعدين. هكملها كلها ونرجع نشوف المنظر النهائي عندي عامل ايه. هنا كده بقت عندي الطبلوهين بالشكل ده زي ما احنا شايفينهم كده، او النتيجة بتاعتنا هما كده يعتبر خلاص خلصوا. هما محتاجين وش ورنيش مائي، هنديهم ورنيش المائي ونسيبهم ينشفوا. احنا ممكن نسيبهم على كده، انا بس حابة اعمل حاجة بسيطة خالص. عندي هنا لولي نص، هاجي هحط وحدات خفيفة قوي، انا مش عايزة كتير. هحط شمع وابدأ الزق اللولي اللي عندي. هحط مش هحط كتير، هحط وحدات خفيفة قوي بس كده، انا مش هحط اكتر من كده. لو حابين نحط في اللي هما الانصاص ممكن. الناحية التانية بقى ما عنديش ورد انصاص، هعمل ايه؟ هاجي هنا وهحط شمع هنا كده، هحط 3 هنا كده، بقت بالشكل ده كده. وهنا حاجة خفيفة خالص، انا مش عايزة ازود اكتر من كده. اللي هعمله دلوقتي ان انا بقى هاجي هركب في الظهر هنا عندي. طبعا انا ممكن تدهن او يتحط عليها ورق، مفيش مشكله. انا هعملها دلوقتي كده وبعد كده هبقى اعملها زي ما بقول لكم. جبت هنا هون كرتونه وشقتها زي ما احنا شايفين كده، وعديت منها شريط ستان. هلزق شريط الستان الاول هنا فيها كده عشان يلزق كويس، وهلزقه برضو من هنا. هحط بقى فيها كلها شمع واجي في النص هنا والزقها عشان ده الجزء اللي هتعلق منه. كده بقى انا اكون خلصت. تعالى بقى نشوفهم وهم متعلقين. طبعا احنا عاملينها نتيجة، هنيجي نحط البلوك بتاع النتيجة في الجزء اللي هو هنا ده، وليكن ان ده البلوك بتاع النتيجة. طبعا انا مش لاقية بلوك نتيجة دلوقتي، وهحط البلوك عندي في الحتة دي هنا. تمام، وهنلزقها بالشمع او ندقها بمسمار او مسمارين من ورا. كده انا خلصت. تعالوا بقى نشوف الطابلوه وهو متعلق. ماما جميلة، أنت حلوة، أنت معك جميلة وأنت شاطرة وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. وأنت معك جميلة. انت اللي جميل يا قلبي.